اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم يكون شويه صعيب. الفيديو ديال اليوم من اصعب الفيديوهات اللي غادي نصور. ما عرفتش بحال الفيديوز ما كنصورهمش نورمالمون، ولكن بغيت نصور لكم باش تشوفوا كنصور لكم كل شيء باش تشوفوا الحياه ديال الطالب المغربي كاين في المانيا. غدا هو اخر نهار في المغرب، غادي نرجع ان شاء الله لالمانيا، نرجع للستريس، نرجع للحياه ديال المانيا اللي انا اختاريت. وكان هذا الموضوع ما كنهضروش عليه بزاف، ديال انه واحد ملي كيجي ولا في دارهم عاوتاني ولا في داك الريتم القديم كيشوف كلشي زوين، الماكله خصوصا في الصيف. كنت دويت عليها في الفيديو اللي قبل، قلت باللي ملي كتكون متغرب وكتجي للمغرب كتشوف غير المغرب الزوين، ما كتشوفش داكشي اللي مشيتي على قبلو اللي جفرك وجيتي في حياتك على قبلو، كتشوف غير داكشي الزوين. فمني كتبغي تمشي كيكون عادي. الام ديالي ما قدرت نشوف فيها اليوم في وجهها كاع نهائيا، حيت كنحس بها مخنوقه. دابا كطيب في العشاء، غادي يكون هو اخر عشاء من قبل ما نمشي. والعام الله عاوتاني امتى غادي نمشي، امتى غادي نرجع. كنقول هكا لانه فاش كنت مشيت لالمانيا كنت كنقول غادي نرجع في عام ان شاء الله، نرجع 2019 جات كورونا، 2020 جات كورونا، 2021 كورونا، 3 سنين وانا كنقول هاد العام يتطلق ونمشي. كنت خايف انهم مني نجي هنايا يحبسوا عاوتاني الطيران، وكنطراو بزاف ديال الناس كانوا يحبسوا الطيران على المغرب مده طويله، وتعذبت فيها هذيك الفتره. ومن بعد ما جيت من بعد 3 سنين ولا 4 سنين جيت المغرب، جاني كلشي غريب، بحال ما عرفتش، جاني كلشي غريب. المهم كتقول ان شاء الله رجع العام الجاي، كنتقول ان شاء الله نلقى كلشي مزيان ومرتاح وفي صحه جيده، ولكن ما تعرفش شنو غادي يطرا. وهذا اكبر خوف كيدوزو منه الناس اللي متغربين، الناس اللي غادي يخرجوا برا، ولا الناس اللي ديجا خارجين برا، انهم ملي تمشي الناس اللي كتعنقهم. واخا صعيب انك تقال، ولكن واش اخر مره كتعنقهم واخر مره كيعنقوك، ولا طرا شي حاجه ولا غادي تعاود تشوفهم مره اخرى، كتبقى متفائل انك تعاود تشوفهم. عارف ان هذا الموضوع كئيب كئب، ولكن هذا جزء من الجيرني، جزء من هذه الرحله، خاصنا نعترفوا به وخاصنا نعرفوا باللي راه كاين. هذا الفيديو غادي يكون كيفاش غادي نرجع لألمانيا ان شاء الله. دابا شويه غادي نجمع حوايجي باش غدا في الصباح غادي نمشيو بكري مع ديك التسحود، نمشي حيت غنركب مع الوحده. الله يوصلني على خير. نمشي دابا ناكل، نشوف واش نقدر نصور لكم شي حاجه. ثاني مره نشوفوا بعضياتنا في الطياره كنخاف من الطياره. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم ملي نوصل ان شاء الله لالمانيا بخير، نوريكم كاع داكشي اللي ديت معايا. ما نقدرش نصور لكم كلشي دابا، ملي كنجمع خصني نركز على الجميع. ومني نوصل ان شاء الله تمايا غادي نوريكم كاع داكشي اللي غادي ندي. الله يوصلنا على خير. باش نوريكم الماكله اللي غادي ناكلو دابا في العشيه، ولا اخر عشيه في المغرب دابا مع العائله. هو دارت لنا الام البيتزا، الله يخليها ليا. ها هي الله على شهوات بلادي، غنمشيو نخليهم. من دابا البيتزا طابو، الام ديالي كتقطعهم. توجدوا من هنا، راه كاينين جوج كبار، هادي وهادي. عارفين ديك البيتزا ديال الدار شحال كتجي بنينه، ما حتى واحد ما فين ما مشيتي ما تلقاش بحالها. كنتها في رمضان خليك تمشي. وداد قلت لك سكتي.
وين رجعت انا وصلت. بغيت نوريكم دابا شنو خديت، ولكن نعاود لكم شنو طرا ليا في المطار ديال المغرب. واحد الخلعه بقى فيها لحد الان. رجعت دارني راس، رجعت البارح حتى 12 ديال الليل وصلت للدار. وصلت لدوسلدورف مع 6، ولكن من دوسلدورف لعندي انايا راه واحد 6 سوايع ولا هذا. ف وصلت نعست، ما قدرتش نبقى فايق. راكم عارفين مع الحنين وداك الشيء، ما كتبقى تقدر دير والو، كتبقى كنضل باقا باينه فيا دابا. المهم فاش كنت في المطار دخلت بعدا في الاول. فاش كنت واقف لقيت البنت اللي كانت واقفه كتدير الكونترول ديال داكشي ديال هذا، خصك تحطو في واحد الميزان، وانا عندي حق في 20 مخلص على 20 كيلو، ما نقدرش نفوتها. وكانوا بزاف ديال الناس فايتين 20 كيلو بكيلو ولا جوج، كيقولوا لي خصكم يا اما تخلصوا ولا ديروا. كان قدامنا واحد الولد مسكين هز كاع ديك الحلوى اللي جايب من المغرب، حلوه اللوز وهذا، ما قداتوش وكان خصو يخلص عليها وجاتو غاليه. ففرق على الناس كاملين مسكين. وانا بقيت كنشوف كنقول ناري، حيت انا كنت عبرت هذه مره لقيت فيها 24 كيلو مع 23 كيلو، مره قدات، ولكن عاود داكشي اللي خويت عاود تعمرتو فيها حيت جاتني بحال ماشي هي ديك. مني مشيت نحطها لقيت فيها 21 كيلو ولا المهم زايده نص كيلو ولا كيلو. ولكن ديك البنت يمكن عرفاتني، يمكن كانت ظريفه، ما عرفتش. ضحكت لي فوجي، قالت لي صافي خليها، كانت ظريفه بزاف الصراحه. المهم ديك الخلعه حيدت مني شتا ديال واش غنخلص ولا لا. حيت ملي كتكون في المطار وكتكون زيد كيلو كتخلص كثر على انك تخلصوا قبال ولا هذا. فالثمن اللي قالوا لك خصك تخلصوا. والشكاره اللي كنت هازه في ظهري حتى كانت ثقيله، ما كانتش تقدر تدخل في هذيك. ما قالت لي تدخل على والو، صافي دارت معايا مزيان ورحمه الله وشكرته. المهم سلمت على والديا ومشيت. ملي طلعت للمطار صافي طلعت غادي نتسنى الطياره، عيطوا بسميتي في لانونس، وعيطوا بسميتي. في واحد اللحظه كان جا عندي واحد الجدار، المهم بوليسي تمايا سلم عليا، قال راني عرفتك، كنشوف الفيديو ديالك في تيك توك وداكشي. سلمت عليه وفي ديك اللحظه غادي يقولوا سميتي. قلت لي راه قالوا سميتي ما عرفتش شنو. قال لي خصك تمشي للكونترول، واقيلا بغيني كونتروليو الباجاج ديالك لقاو فيه شي حاجه. انا الخلعه ديال هاد الخلعه كتمرضني، لانه شي واحد يحط لك شي حاجه ولا هذا راه خلعه اللي ما يمكنش. مشيت الصفر عندهم لداك سميتو، مشيت اول حاجه خدا لي الباسبور وقال لي تبعني البوليسي. هذوك البوليس اللي يكونوا تما ما كيضحكوش، ما كيعرفوش حاجه سميتها الابتسامه. وانا صفر كنشوف فيهم مني جا، لقيتهم كيتسناو فيا، كيجي يقول لي ها هو جا. تخيلوا ها هو جا. ملي مشيت لقيت باللي راه الباكاج ديالي وقفوا شم شي حاجه من الكلب ديال تما حاجاكم، شم شي حاجه عندي وهذا. سولوني هو اللي قبل ما يحلوا، سولوني واش كنكمي، واش كنشرب، واش هاز معايا شي حاجه، واش الباكاج ديالي ولا لا، واش غادي ندي شي حاجه لشي واحد، واش شي حاجه مسدوده انا ما شفتهاش شنو فيها. صافي كاع داك السيناريوهات كيجيو يدخلوا لك في بالك. المهم ملي حليت الباكاج، انفو حل الباكاج شاف المسمن ويا المسمن. قلت لي شنو؟ قال لي المسمن. قال لي غيكون الكلب غيرجع للمسمن. انا شنو طرا لي ملي جمعت المسمن، ما سديتوش مزيان، انا الريحه ما تخرجش لانه كان مازال سخون. سديتو غير شويه باش ما يحرقش في الميكات، سديتو غير شويه وخليت شي حاجه محلوله. فمني شافو بحال هكا حلو، شاف المسمن قلب، عاود سولني واش كنكمل داكشي. قلت ليه لا، هو يدور عندك سميتو. قال لي الباكاج نقي راه كيبان. صافي سدو، قال لي اسمح لنا، عطاني الباسبور ديالك ورجعت. واحد ورجليا ما قدرت نتمشى عليهم. واحد الخلعه كيفاش دايره، ملي كيبدا يسولك في الاول واش بحال انا مني بدا كيسولني واش كتكمي، واش كتشرب، واش هاد شي حاجه لشي واحد، بحال جاني في بالي بحال لقاو شي حاجه وبغاو يسولوني واش ديالي وهذا. وانا كنقول ما كلشي ديالي، انا داكشي كامل انا درتها بايدي. الام ديالي ما يمكنش تحط لي شي حاجه، راه امبوسيبل. فواحد الخلعه اللي ما يمكنش. المهم ركبنا، تلاقيت مع واحد البنيته مسكينه، يلاه غادا سلمات عليا وهذا، يلاه غادا خدات النمر ديال الواتساب ديالي. الا كتشوفي الفيديو كتبي لي ميساج ونقول لي شنو درتي، لان كانت غادا لدوسلدورف. المهم وصلت على خير وبخير. وصلت هنايا معطل، ما قدرتش ندير لكم فيديو نصور شي حاجه حتى دابا ندير لكم فيديو. دابا غادي نوريكم شنو جبت معايا الكادوات للناس وداك الشيء بلا مسمن. داك نتوما ما غناكلوش، غادي نمسح حتى غدا جا في الفريغو البارح باش ما يخسرش. المهم انا غادي نحل ونوريكم كلشي. بعدا اول حاجه طاغير. هذا خديت طاغير منه بزاف، كيعجبني انا طاغير بزاف، خديتو هزيت منه شي حاجات. وعاداش خديت ميروندينا، ديتها معايا بزاف، شفت معايا ميروندينا بزاف. وعاداش هاد البواطه فيها الحلوى،
حلوه خداتها لي الام ديالي، هذه ديال اللوز. وهذه الحلوه خديتها من السطات، خداتها لي وسام بنت خالتي اللي مشيت عند السطات. هذه هي الحلوه اللي غادي ناكل تبقى معايا الايامات ديال كتصبرني على هاد الشيء شويه. هذه هي الحلوه اللي جبت معايا. نوريكم شي الاخر اللي جبت، نوريكم شي الاخر اللي خديت. المهم في المانيا كلشي كيكمي، ما عرفتش تكونوا عارفين هذه ولا كتقلت عليكم في واحد الفيديو بلي راه كلشي كيكمي. هذه خديت هادو طفايات زوينين كيكونوا هكا بحال هكا، كنعطيهم للناس اللي كنعرف كيكميو فين ما كنمشي كنجيب ليهم معايا. كيكونوا باينه فيهم الطابع المغربي، و زوينين انك كتحط فيهم داكشي هنا وكتسدهم ما كتخرجش الريحه. ولكن اغلبيه ديال الناس اللي كنعطيهم هادو كتعجبهم كيحطوهم كديكور. حتى واحد اللي كنعرف اللي عاطي هذا ما كيستعملو ك كطفايه. مشيت انا في عاشوره وجبت معايا طريجه صغيره. كاين دراري صغار هنايا داكشي جبت ليهم اللعاب. شحال من حاجه اخرى المهم ديال عاشور. شحال من حاجه اخرى فوقيات. انا الحاجه اللي بغى شي كادو من المغرب خصو ياخذ شي حاجه مغربيه، شي حاجه اللي هذا فكنعطيهم هادو. هذه فوقيه ديال دري صغير، فوقيه زوينه. كاينه هاد الفوقيه حتى هي جبت معايا بزاف، شي وحدين ليا وشي وحدين للناس اللي كنعرف. هذه حتى هي زوينه. هذه هاداش كاينه هذه لواحد البنت كيعجبها داكشي ديال مثل التا، داكشي ديال الحصور ما عرفت كي داير الحجري داكشي كتبغي كيعجبها داكشي ديال شحال هادي. وفي اللبس ديالها ملي كيلبسو كاين هذا. درت هذه لواحد الولد عند الطوموبيل. هذه راه كتحط فيها هذا كتحط فيه القهوه هنا كتدير هذا في الطوموبيل وكتبقى سخونه. فبالنسبه لشي واحد اللي خدام وهذا عنده الطوموبيل كيمشي بالطوموبيل مزيانه. لقيتها في بيم ب 4 اورو ب 40 درهم وجبتها، ما غاديش نلقى ارخص منها هنايا. شي حاجه اخرى اللي جبت اللي عطاتها لي الام ديالي هو هاد الطواجن ديجا كنت باغيهم انايا. لقيتهم عند الام ديالي عطاتهم لي مسكينه. هما الطواجن ديال الدجاج. جبت منهم عطاتني منهم 3 مسكينه ديالها هي اللي كانت واخداهم باش ديرهم ليها. وعطاتهم لي يعني يعني بغيت نجيب معايا شي وحدين عطاتهم ليا. كنظن هذا مكان جبت معايا حتى الكتوبه ديال القصص ديال شحال هادي، لانه غادي ان شاء الله نحط لكم فيديوهات على هاد القصص غنقراهم عليكم في القناه ديال اي اس ام ار سميتها اس ام ار المغربي. غنقرا لكم الطريقه ديال اي اس ام ار وبطريقه ديال السرد العاديه ديال بصوتي انا اللي كان كيعجبكم. غادي نديرو ان شاء الله نصورهم هاد الايامات. هادو هما هذا مكان. كنظن هذا الفيديو ما كانش شي فيديو اللي غيفرحكم ولا هذا، بحال دائما نعاودكم على الحاجه اللي تكون فيها الطاقه الايجابيه، ولكن هذا جزء من لا يجزأ من الحياه، من الحياه ديال شي واحد اللي مغترب كيبعد على والديه. هذا هو المكتب. الحاجه الوحيده اللي كيبقى فيا في الحال هو انه علاش حنا كمغاربه خصنا ضروري الا درنا حاجه ما نديروش حاجه اخرى. دائما خصنا الا بغينا نديروا الفلوس وبغينا نقراو مزيان ويكون عندنا مستقبل خصنا نتخليو على والدينا. الا بغينا نبقاو مع والدينا ونجلسوا حداهم ناكلوا ماكلتهم ونشوفوا نعيشوا يكبروا معانا ونكبروا معاهم، كتفرط في شي الاخر. ماشي كل شيء ولكن اغلبيه فينا، من غير اللي والديه ديجا لاباس عليهم خلي لي شي حاجه. ولكن هذا مكان، هذا مكتبنا وخصنا نرضاو به. هذه هي جزء من الحياه، جزء لا يتجزأ. خصك تقبلو، خصك تعيش معاه دائما. بحال هكا كتمشي للمغرب كتولفو كتجي كتأزم شويه من بعد كتولف هنايا عاوتاني كترجع للمغرب كتولف عاوتاني ترجع هنايا. هذا هو كاين الناس اللي عايشين هذا الشيء 40 عام 50 عام ما كيديروها وولفوا القضيه. ما عرفتش غادي نقول لكم، ولكن هذا ما كان لهذا الفيديو. ان شاء الله نشوفكم فيديو اخر بايجابيه اخرى. نصور لكم غدا واقيلا فيديو لانه نوريكم كيفاش الانسان كيتعايش مع شنو ما خصكش دير. ما خصك تبقى جالس، ما خصك. انا دابا عندي صحابي هنايا ديجا كاينين جاو، هما اللي جابوني البارح ولا بقاو معايا، غادي يبقاو معايا السيمانه كامله لانه كنت ازم ملي كنرجع من المغرب. العام اللي فات كانت قصه اخرى لاني مشيت لفرنسا، مشيت عند كوثر. كان مازال جو مغربي فبقى داكشي gradually انه كيتحيد، ولكن دابا جيت ديريكت لألمانيا.
تلاحظوا باللي كاين البرد بزاف، لابس هذا، كاين الشتا، كاين هذاك داك الجو اللي ما كيفرحش، ولكن سنتعايش اللي غادي اجمل ان شاء الله، غدا يكون احسن من اليوم. كنتمنى انكم يعجبكم الفيديو، تخلوا لي واحد التعليق، تخلوا لي واحد الاعجاب، ما تنساوش المشاركه، وان شاء الله نشوفكم فيديو اخر. السلام عليكم.